اليوم راح أسوي معاكم كيكة برتقال مرة لذيذة ومرة هشة، ومقادير مرة سهلة، والأهم من هذا كله سريعة. بس قبل انزلوا تحت اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. راح احتاج في البداية 3/4 الكوب من السكر، وراح احتاج برش برتقالة كاملة تقريبا ملعقة كبيرة. اتأكد انها انخلطت كويس وصارت جاهزة. الحين راح ابدأ بالمقادير السائلة، هي 4 بيضات كبيرة، راح احط عليها ملعقة وسط من الفانيليا، وراح احط عليهم خليط السكر اللي سويته وابدأ اخلطهم مع بعض. دمجت المكونات شوي، بعدين راح اضيف الزيت. حطيت هنا 3/4 الكوب من الزيت، هنا خلطت زيت وزبدة، تقدرون تكتفون بالزيت النباتي، وراح انزلها على الخليط واخلطهم كويس مع بعض. الحين راح اضيف كوب من عصير البرتقال، عصرت هنا عصير برتقالتين واخلطهم كويس مع بعض. راح احتاج الحين 2.25 كوب من الدقيق، وعلى ملعقة كبيرة من البيكنج باودر مع رشة ملح، واخلطهم كويس. وبكذا صار جاهز، وبهذا القوام ثقيل شوي، وراح احطه في الصينية وعلى فرن لمدة 45 دقيقة من تحت. وبكذا صارت جاهزة. ما اقول لكم ريحتها تجنن، عبت البيت، مرة سريعة وسهلة، لازم تجربونها. راح احطها في صحن التقديم، واخر شي راح ازينها بالسكر البودرة والبرتقال. طرية ومرة لذيذة، نكهتها نكهة البرتقال جدا جدا فيها متوازن، وكمان السكر مرة متوازن. لازم تجربونها واكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات إذا عجبتكم، وألف عافية. وبكذا خلصت الوصفة، يا رب عجبتكم، وأشوفكم في وصفة جديدة.